لو بتلاقي نفسك مش عارفه تكملي في الدايت، او بتلاقي نفسك بتعملي مجهود في الدايت بس ما بتوصليش لنتيجه خالص، هقولك دلوقتي على 10 اخطاء من واقع خبرتي مع بنات كتيره جدا كانوا بيعملوها، والاخطاء دي عطلتهم، ولما شالوا الاخطاء دي والله في ناس منهم عدت ال20 و30 كيلو في كسر الوزن، وعرفت تغير اللايف ستايل بتاعها كله. انا دكتور ايمان اشرف، صيدلانيه واخصائيه تغذيه علاجيه ومدربه، بقدم هنا محتوى عن التغذيه والتدريب. تابعيني وهيفرق معاكي جدا. ويا جماعه انا عامله عرض حلو قوي دلوقتي في المتابعه، ان انا عامله لك الشهر ب 250 بدل 400 في التغذيه، وب 200 بدل 300 في التدريب. وفي عرض كمان فوق العرض، انك لو اشتركتي 3 شهور تغذيه وتدريب هتاخديهم ب 1000 جنيه بس. فالحقوا اشتركوا في العرض ده واستفيدوا منه عشان نعمل فورمه جامده جدا مع بعض، ويلا بينا نبدا. اول غلطه البنات بيقعوا فيها هي ان انا بكون كاتبه لها سعرات معينه وحاطه لها نسبه كربوهيدرات معينه، انا عارفه انا بعمل ايه وعارفه شغلي، بتقوم هي مقرره من نفسها ان هي هتقللهم ومش هتاكل كتير، وبتبدا ان هي تقلل اكتر من ده. انت هنا بتعملي مشكله كبيره جدا، لان انا معايا كروت بستخدمها في كل مرحله من مراحل الدايت. انت في البدايه لما اول اصلا ما بتعملي دايت، لو حتى ما قللتيش السعرات ولا عملتي اي حاجه بس بطلتي اكل من الشارع، هتلاقي نفسك بتخسي. فانا عارفه الكروت اللي هلعب بيها، انا عارفه عامله لك عجز سعرات قد ايه عشان هنوصل لايه في المرحله الثانيه. فلما انت بتيجي من نفسك تقولي انا هقلل الاكل من نفسي، انت بتعملي ايه؟ طب انا بعد كده هقللك ايه تاني؟ لما تيجي توصلي لحته ان البلاتو او ان وزنك ثابت، هنلعب في ايه تاني؟ ما انت بتحرقي كروت، بلس ان الحرق بتاعك هيقل، بلس لو انا حاطالك نظام تمرين وانت بتتمرني وكلتي اقل، ما انت كده الاستشفاء العضلي مش هيكون كويس، هتتعبي، ممكن تصابي، هتلخبطي الدنيا ومش هتعرفي تكملي. فالتزمي باللي انا حطاهولك. دي اول حاجه. تاني غلطه شائعه جدا 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 هي فكره ان انت تقولي انا مش هتمرن تمارين مقاومه، او لسه عايشه بعقليات دكاتره الدايت اللي بيدوكي ورقه فيها الفطار بيضه ونص رغيف والغدا حته فرخه، وعايشه لسه في الايام دي. فبتقولي لا اصل انا لما اتمرن تمارين مقاومه وزني هيزيد والحوارات دي كلها. لما هتتمرني تمارين مقاومه نزولك على الميزان مش هيقل، بس شكل جسمك هيبان فيه، كتلتك العضليه هتزيد، هتخسي بشكل احسن. العضلات في ناس كتير بتبقى فاكره ايه، ان انا هحط الكالوريز بتاعتي وعامله عجز سعرات فانا كده هخس. هي مش بتمشي كده يا جماعه، مش الماشيه مش بتمشي كده. في قصه هرمونات. الانسولين عندك لو بايظ او عندك مقاومه انسولين، لازم مقاومه الانسولين تتحسن عشان تعرفي تخسي. في لعب كتير. فالعضلات بتحسن جدا من حساسيه الانسولين، بتشتغل كمراكز، كانك حاطه فلوس في البنك كده. بتلاقي الحرق بتاعك زاد، بتلاقي البودي شيب بتاعك ظبط. في حاجات كتيره قوي ممكن تحصل لك، امراض، اصابات، حوارات كتيره قوي. لو بس نزلت الجيم واتمرنتي صح، انت هتحمي نفسك من الحاجات دي كلها. معدل نزول وزنك هيكون احسن، وشك وانت بتخسي وشك نفسه هتحسي ان هو بيتشد ومش بيتجعد. يعني البنات اللي بتخس فتحس ان وشها اتمقد، دي مش هيحصل كده. فالجيم اساسي واساسي للبنات. هتقولي الجيم هيضخمني؟ لا الجيم ما بيضخمش حد. كل بنت ليها نظام تدريب. يعني انا مش هينفع امرنك لو انت مثلا طبيعه جسمك بتخزني دهون فوق ورجلك رفيعه، مش هينفع تتمرني زي واحده رجليها مليانه ومن فوق فاضيه. طريقه التمرين نفسها بتاعتك هتختلف طبقا للحاجه اللي انت عايزاها، طبقا للهدف بتاعك. فمهم جدا 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 انك تتمرني تمارين مقاومه، دي حاجه اساسيه ومهمه لاقصى درجه ممكن تتخيليها في الحياه. تالت غلطه ممكن تعمليها وهي عكس اول غلطه قلتها، ان انت تقولي ده اكل صحي فانا هاكل منه براحتي. تمام. مبدئيا حته ان انا اقول هاكل منه براحتي، هاكل براحتي دي في حد ذاتها مشكله، لان هي بتربطك بالاكل. تعرفي ان انا كنت بقول لبنات حتى الفاكهه ما تجيبيهاش في البيت. يعني لو انا مثلا كاتبالك هي بتشتغل مثلا، تبقى واحده بتشتغل، فلو انا كاتبالك هتاكلي استفندية، هتاكلي موزاية، هاتي بالعدد وانتي بره، وما تجيبيش كتير في البيت عشان انتي لو جبتي كتير بتخلصيه. مشكلة انك هتاكلي كتير حتى لو الحاجة سعراتها قليلة، حتى لو الحاجة مش هتخنك، هي انك بتفضلي بعقلية ان انا باكل كتير. بلس طبعا يعني مع الوقت زي ما قلتلك في البداية هتخسي من اقل تعديل، بس مع الوقت هتلاقي ان معدل نزول الوزن قل. تمام. فالتزمي بالخطة بتاعت الطعام بتاعتك، واعرفي ان انتي في الالتزام ده بنلعب على حاجة تانية، وهي ان احنا نتعود. مش هقولك نصغر كمياتنا، انا من انصار
ان الواحد ياكل وجبتين او 3 في اليوم، فدول 1500 كالوري مثلا. لو انت متوسط ب 1500 كالوري، فلو انت هتاخدي 1500 كالوري على مدار 3 وجبات، انت هتلاقي الوجبه فيها 500، فهتلاقي وجبه كبيره تشبعك، فاهماني؟ بس انا ضد فكره اللي هو ان انا اقول انا هاكل من حاجه كتير اصل هي صحيه. انا ضد فكره ان انا اقول انا هاكل من حاجه كتير اصلا، فاهمه؟ احنا عايزين نكسر النمط ده عشان لما تخسي ما ترجعيش تزيدي تاني، لان هو ده النمط اللي تخنك. بس الفرق ان انا بقول هاكل حاجات كتير في حاجات صحيه، كنت الاول بقول هاكل حاجات كتير في اكل مضر. الاتنين غلط، احنا مش عايزين فكره هاكل حاجات كتير. النقطه اللي بعد كده نفسيه لكن خطيره قوي، هي ان انت تقولي ان انا، او ان انت تبداي تقارني بينك وبين الناس. تبداي تقولي مثلا تنزلي الجيم فتلاقي بنات بقالها سنين بتتمرن فجسمها مشدود وانت لسه، فتقولي ده انا بعيد قوي. او بنت ما بتتخنش مثلا فتقولي هو ليه انا بتخن وهي ما بتتخنش وبتاكل اللي هي عايزاه. المقارنه من اي نوع مؤذيه. البنات اللي انت بتشوفيهم في الجيم ملتزمين بقالهم كتير، انت هتلتزمي وهتبقي زيهم. البنت اللي ما بتتخنش دي نصيبها كده، ولو هي بتاكل غلط هتأذي جسمها برضو، لان الاكل المضر هو بيأذي الجسم بشكل عام. تمام؟ فتعلمي تبصي في ورقتك، اتعلمي تركزي في الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهالك، وبطلي تقارني، لان المقارنات من اكتر الحاجات فعلا اللي بتأثر جدا وبتخلي انك ما تعرفيش تكملي. ان يا جماعه الدايت لعبه نفس طويل، الدايت لعبه حد بيكمل، بيستمر في الجيم، بيستمر في الاكل. تمام؟ النقطه اللي بعد كده برضو هي فكره الاستعجال في النتيجه. لو نزلت جيم من اول شهر هتحسي بتحسن، تمام، بس مش تحسن الواو. يعني مش هتحسي بالتحسن اللي هو انت بقيتي رفعتي خالص. لو ظبطتي اكلك مش هتحسي برضو بالتحسن الواو في الاول. الموضوع محتاج طول نفس، محتاج استمرارية، تغييرات صغيرة كل يوم كل يوم كل يوم توصلي لنتيجة. المشكلة بتاعت الاستعجال بقى بتعمل ايه؟ اللي بيحصل مع اغلبكم، انا هعمل دايت، هقطع مش هاكل عيش، مش هاكل رز، مش هاكل مكرونات، مش هاكل. ما تجيبيش اسبوع على بعضه وترجعي تعكي تاني. فما تستعجليش، ده المفروض هيبقى لايف ستايل، بنغير عادات. الايام كده كده هتعدي وهتلاقي النتيجه. والاهم بالنسبه لي انا في متابعتي من ساعه ما بدات بهتم بانك تعرفي تكملي، مش انك بس توصلي للنتيجه. سهل قوي اوصل اي حد على فكره، بس الفكره هل هعرف اكمل، هل هعرف احافظ، ولا هرجع اقع تاني. النقطه اللي بعد كده وبجد دي سحريه، انا بيبقى معايا بنات بتبقى مثلا بتقول انا مش هلبس، مش ههتم بنفسي، مش هعمل غير لما اخس. ما بتعرفش تكمل اسبوع على بعضه في الدايت. بقول لها مثلا تبقى في حاجه هيلث كوتشنج، فاقول لها لا انت محتاجه تلبسي وتشوفي ايه المناسب ليكي. هاتي الهدوم اللي هي انت لو تخنتي او خسيتي، الحاجات اللي هي البيزك مثلا شميزات، الحاجات اللي هي العاديه هيبقى شكلها حلو فيكي لو خسيتي. وابداي البسي وابداي اهتمي بشكلك. ليه بقى؟ انت لما بتقرري تقولي انا هوقف حياتي وهوقف لبسي وهوقف لغايه ما اخس، انت بتحطي على نفسك ضغط ان انت مستنيه حاجه. فالشغل تحت الضغط ده بيخليكي ما توصليش للنتيجه اللي انت عايزاها، بيخليكي ما تعرفيش تكملي في الدايت، بتحسي بضغط فبتوقفي، بتعلي هرمون الكورتيزول، بتلخبطي الدنيا خالص. فلا، اهتمي. كمان بلس ان الاهتمام، تقرري تهتمي بلبسك، تقرري تهتمي بنفسك وانتي لسه اوفر ويت، ده اكبر اصلا بياخد جزء من تركيزك، بيخليكي تبداي انك تنسي الاكل، بيخليكي تاخدي دوبامين من حته صحيه، فهيحمسك انك تكملي، فاهماني؟ فاهتمي انك تغيري لبسك وتغيري ستايلك وتلبسي الحاجات المتاحه ليكي وتنزلي تشتري هدوم. ما تفضليش مستنيه الهدوم اللي عندك، هاتي هدوم تاني ويبقى عندك هدوم تاني وتالت، يعني مفيش اي مشكله خالص. بجد النقطه دي بتفرق. النقطه اللي بعد كده انك ما تاكليش البروتين الكافي بتاعك. انا لما بتيجي تتابعي معايا وانت بتملي الفورم بتلاقيني بديكي اسئله كده، في منها الميزانيه بتاعتك، انت هتقدري بميزانيتك متوسطه، ضعيفه، زياده، على حسب الميزانيه بتاعتك وعلى حسب الحاجات المتاحه. يعني مثلا ممكن نوصل، في بنات ممكن اوصل معاها ل1.8 جرام بروتين لكل كيلو من جسمها. بنات تانية بيبقى بالنسبة لها لا، انا ممكن اوصل ل8 جرام بروتين لكل كيلو من جسمها. وممكن كمان اقسم لها جرامات البروتين دي على بيض مع مثلا حاجات تانية، اظبط لها النسبة بحيث ان هي تاخد نسبة البروتين بتاعها من مصادر حيوانية ومن مصادر نباتية. النسبة بقى اللي انا حطها لك دي انت المفروض تاخديها.
لو قلتي عنها الاستشفاء العضلي بتاعك هيقل. وانا ما بقتنعش بان انت بتعملي دايت وما بتتمرنيش، حتى لو تتمرني في البيت. تمرين اساسي معاكي، يعني انت حتى لو اشتركتي معايا تبقي عارفه كده ان انت هتتمرني. لو انت بتتمرني مع حد خلاص خليكي مع الحد اللي انت بتتمرني معاه. عايزه تتمرني معايا وتاخدي نظام تدريب مني، سواء انت في البيت سواء بتنزلي جيم، ايا كان بعمل لك الحاجه المتاحه ليكي بظروفك انت، ايا كانت ظروفك. فالتمرين اساسي. فانت مع التمرين محتاجه تاخدي نسبه البروتين بتاعتك، محتاجه تاخدي نسبه البروتين بتاعتك عشان شعرك وبشرتك ما يتاذوش، محتاجه تاخدي نسبه البروتين بتاعتك عشان تشبعي لفترات اطول. تمام. فنقطه البروتين بتاعتك دي مهمه جدا جدا جدا. النقطه اللي بعد كده ما بتاخديش الفيتامينز برضو طبقا لميزانيتك. انا صيدلانيه وبشتغل اصلا كوميونتي فارماسيست او بشتغل في صيدليه، فانا اوير بكل الفيتامينز والمكملات اللي موجوده في السوق، اوير بايه الكويس منهم وايه اللي مش كويس قوي وايه اللي متوسط بس جودته كويسه وشغاله يعني، فاهمين؟ فهفيدك قوي في ده. لازم تاخدي الفيتامينز بتاعتك، لازم تاخدي فيتامينز، لان مثلا فيتامين دي في فيتامينز كتير جدا بتكون ناقصه عندنا وجسمنا مش هيعرف يتعامل من غيرها، وليها وظائف كتير جدا. فلما بتبداي تاخديها بتساعدك قوي. وانا متابعتي اغلبها مع بنات، فانا بهتم في الدايت انك وانتي بتخسي بجد ما شاء الله معايا بنات بشرتها بتختلف 180 درجه وشعرها بيتحسن جدا. بيهمني قوي وانتي بتخسي انك تحافظي على جمالك كبنوته وكأنثى، ما تخسيش بدهوله، ما تخسيش وتبقي تعبانه وهمدانه. انا بهتم بده. فطبقا لظروفك هتلاقي فيتامينز مناسبه، والمفروض انك تاخدي فيتامينز. وانا معايا بديكي حاجات فعلا بتكون موثوقه وبجيب لك الخلاصه، يعني مش هتلاقيني بهري معاكي كتير في حاجات ملهاش لازمه، ولا هقول لك دواء تخسيس مش عارفه ايه ولا ايه. هتلاقي دايما الحاجات بيبقى ليها قيمه، وطبقا لظروفك هتلاقي الحاجات اللي انت محتاجاها اللي تقدري تستفيدي. اخر نقطه بقى هي لخبطه النوم. ربنا سبحانه وتعالى عمل الساعه البيولوجيه بتاعه جسمنا ان احنا ننام بالليل. في يعني ممكن اعمل لكم حلقه على الفوائد اللي هتحصل لو نمتي بالليل، ماشي؟ بس بالليل في كميه عمليات بتتم في الجسم للاستشفاء وللتركيز وللحرق مش هتلاقيها بالنهار. فتعلمي تنامي بالليل وتصحي الصبح تنامي من 6 ل 8 ساعات نوم مرتاح. طب النوم المرتاح ده ازاي؟ احاول اسيب الموبايل قبل ما انام بساعه، احاول اضلم الدنيا وانا نايمه. لو انا عندي مشكله في النوم في البدايه مع الدايت وكده بجد بيظبط النوم. بلس كمان مع الجيم، يعني انا بخلي البنات لو مثلا واحده عندها مشكله في النوم وبتتمرن بخليها تروح الجيم قبل النوم بالليل، فاهمين؟ التريك دي بتجيب قوي. بس النوم لما يتظبط كل حاجه هتظبط. اخر حاجه بقى الميه، ما بتشربيش ميه كفايه ولا سوائل كفايه. جسمنا ميه، عباره عن ميه، تمام؟ وظائف كتيره جدا في جسمنا محتاجه الميه. انت ممكن تقولي انا في البرد ومش هشرب، فكري نفسك وحطي ازازه قدامك لازم تشربي كفايه. الجفاف هيخليكي همدانه، ممكن تبقي عطشانه اصلا بس تحسي ان انت جعانه فتروحي للاكل عشان انت مش مرطبه نفسك كفايه. فالميه اساسيه. بس دي الحاجات اللي فعلا لو ركزتي عليها هتلاقي المره دي الدايت بدا يظبط معاكي وبداتي تعرفي تكملي. وعايزين تشتركوا معايا ابعتولي رساله. بجد المتابعه معايا مختلفه ومميزه جدا، وبتابع معاكي انا نفسي، بيبقى فيه اهتمام بكل التفاصيل بجد. ونتائج البنات اهي. ولو رحتوا على الانستجرام عندي هتشوفوا before and after، وهتشوفوا الفيدباك بتاع الناس. فلو حابه تشتركي وتستفيدي بالعرض ده، انا عامله العرض عشان انا جالي مزاج اعمله وقت ما ازهق اوقفه. الحقي استفيدي من العرض ده عشان تعملي حاجه حلوه قوي 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 ان شاء الله، وتقدري تغيري حياتك في الوقت ده. اعملي لي فولو بقى لو ما عملتيش. لو لا اي حد عنده مشكله دي ممكن تبعتي له الفيديو. وبس اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.